والله يا عم زيدون، لا ما راح امسح. ليش؟ لاني وثائق تاريخيه، وثائق تاريخيه تشبه الوثائق التاريخيه بين معركه يزيد والحسين. وانت حره، انت واي واحد حر، سواء بيت طلال او عتبه، يريد يخلي قندرتي على راسه او يريد يخلي قندره محمود على راسه. هذا حقك. انا بالنسبه لي اللي حكيته مو لي انا عليه ضغوط، اللي حكيته مقتنع به وراح ابقى مقتنع به للنهايه. يزعل محمود، يزعلون بالطلال، يطبهم 60,000 مرض. انا حكيت الواقع. حج محمود سارق ومرتشي وحرامي ودمر سمعة بيت طلال. واني حسب ما اعتقد اني وحسب ما معروف عني اني احمد ابو قسور اللي اتحدى الكون كله اذا موكل جهالي لقمة حرام، واذا مشربهم كمعة ماي حرام. فيا حبيبتي يا ام زيدون يا عزيزتي، لك الحق ان تضعين او تختارين، تخلين قندرتي على راسك، او تخلين انت مختاره هذا المكان، او تخلين قندرة محمود على راسك. هذا شيء يخصك. بس انا موقفي واضح 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 من الحرام، رغم انه انا رجال اشرب عرق. الكل خلي يسمعها، انا رجال اشرب عرق. بس بالنسبة للمال العام وبيت المال مال المسلمين، انا لا، خط احمر درهم. اني حفيد ملا طلال اللي عزموه جماعته على عصيده من حنطه مبيوقه، ومن عرف انه حنطه مبيوقه مد صبعه وزوعها. اوكي، فبراحتك يا ام زيدون. تخلين قندرة محمود على راسك، هذا يخصك. تخلين قندرتي على راسك، ما يشرفني قندرتي تصير على راسك بناء على هذا موقفك. زين يا ام زيدون؟ واذا بقيتي على هذا الموقف ومصره، فانسي انه عندك اخو اسمه احمد. انا كنت مصر وواثق ودقيق بجريمة محمود المخلة بالشرف، وكنت قاصد ان اعلنها حتى ابري بالطلال هاي العائلة الكريمة من وساخة محمود. واضح؟ ابريها وما يهمني باكر عقبه، اروح لباكر واخلي عيني بعينه واخلي صابع اثنين بعينه وبعين اي واحد يقول انت غلط. افتهمتي يا ام زيدون؟ تحياتي واحترامي، وانا اخوك وسندك، رغم كل تجاوزك علي، ورغم كل تجاوزك على الله وعلى محمد وعلي وعلى الإنسانية. أنت تبقي لأختي وتاج راسي، ماشي؟ بس يبقى محمود اللي مقتنع بيه واللي حكيت عنه بكل إصرار وبكل ثقة في هاي الحلقة، واللي حاكيها إله شخصيا من طلع، واللي واجهت بيها. وأنا مو جبان، أنا ابن عباس طلال، وهذا الفويس مالتي وفويزاتك كلها راح تنشر، وراح انشرها قدام بيت طلال وقدام عتبه كلها، لان هذا مو موقف مخجل بالنسبه لي. انا حكيت الحقيقه، وراح ابقى اني اللي يقبلني مثل ما اني اخلي على راسي، مو اخلي قندرته على راسي، اخلي هو على راسي. اللي يقبلني بحقيقتي، اللي ما يقبلني ويعتبرني غير اعتبار لا يهمني، ولا راح يزغرني ولا راح يأذيني. واضح ام زيدون؟ تحياتي واحترامي لك.